النهاردة هنكلمكم عن مطعم مولانا في بيروت. مطعم مولانا مش بس مطعم للشوي، ده مطعم الريحة بتشمها قبل الطعم. يعني لو جعان هتستعد، ولو مش جعان الأكل ده فعلا هيجوعك. الأكل اللي جاي ده مش أي أكل عادي، دي حرفيا جنة المشويات عند مولانا. بصوا كده على شكل الحواوشي وهو بيتشوي، ريحته طالعة قبل شكله. ولا سياخ الكفتة، شايفين شكلها؟ الكفتة حرفيا تحفة. بصوا بقى الكفتة حرفيا بتدوب في البق، كأنها سايبة كل مشاكلها على الشوي. ريحة الفحم طالعة بتكسر الدنيا. ما تقوليش بقى ولا دايت ولا كلام فاير من الحاجات دي. تعالى بقى نشوف الفراخ وشوي الفراخ عامل ازاي. اللون زي الذهب، والجلد مقرمش بشكل مش طبيعي. تتبيلة فيها ريحة زعتر وليمون واصلالي من وانا بكلمكم. من الاخر ده مش اكل، دي حالة مزاج كاملة. انت لو جيت مولانا هتستمتع بكل حاجة، السلطات والطحينة وطعم الطحينة، الطعم اللي بجد. والكباب عندنا مش زي اي كباب، ده كباب يتاكل وانت واقف من جمال، مش محتاج، مش لسه هتقعد عشان تبدأ تاكل. اما بقى الاهم من الاكل ومن تركات الاكل، الفريق اللي بيعمل الاكل، النظافة، التعقيم، الجلافزات اللي بيبقوا لابسينها. اهم حاجة هو التعقيم الصح، واحنا في مولانا بنهتم قوي بفكرة النظافة، والحاجة تكون كويسة وتتقدم بشكل كويس. لم اصحابك والعيلة واحنا مستنيينكم في المكان. مكانهم في بيروت أبو جبل أمام مخبز كده رضا.